يا ترى ازاي نعمل توازن لحياتنا؟ ان ناخد بالي من كل حاجة في حياتي، مش شغلي بس، مش الجيم بس، مش اسرتي بس. وبركز في الشغل على حساب اسرتي. احب اروح الجيم، ده هياخد من وقت اسرتي. طب عشان اعمل ده كله هيجي على الجانب المالي. طب لو ظبطتها هتيجي على الجانب الجسدي عشان انا عاوز ارتاح. ولو ظبطتها هتيجي عليك نفسيا لانك شايف انك مش مرتاح. هي دي باختصار عجلة الحياة اللي فيها 8 جوانب في الحياة: جانب روحاني، جانب عقلي، جانب جسدي، جانب نفسي، جانب اجتماعي، جانب أسري، جانب مهني، جانب مالي. عشان نطبق ده بطريقة عملية أكتر هنرسم عندنا عجلة الحياة زي ما شفتها بالظبط، وهندي كل جانب من الجوانب اللي شفناها رقم من 10 حسب ما احنا شايفينها مطبقينها ازاي في حياتنا. وهنا هتعرف الجزء اللي ناقصك ومحتاج تزوده. ونبدأ هنا أهم أسئلة: ازاي ازوده؟ ازاي احافظ على التقدم ده؟ لو ظهر لي عائق في التقدم ده هتصرف معاه ازاي؟ طيب جينا بعد كده اخترنا جانب منهم عايزين ننميه ونكبره، او بمعنى تاني اهتم بيه اكتر. هنا جه دور ان انا احط هدف. طب احط اي هدف كده وخلاص؟ اكيد لا. الاهداف بتتحط ازاي؟ الاهداف لازم يكون ليها 5 صفات. نمرة 1 محدد، حاجة معينة يعني. 2 قابل للقياس. 3 قابل للتحقيق. 4 يكون مرتبط بالمرحلة اللي انت فيها. 5 محدد بوقت. لو حاجة من دول ناقصة ده بيعرض الهدف بتاعك انه ميتحققش. في قواعد كمان لازم نتبعها عشان نحقق التوازن ده في حياتنا. اول حاجة التغيير. التغيير مفيش مهرب منه، التغيير هو سنة الحياة. تاني حاجة القناعة والسيطرة، انت المتحكم بحياتك. تالت حاجة إدارة الوقت الجيد. رابع حاجة تحديد أهداف واضحة. خامس حاجة الإتقان، والإتقان هنا هو الامتياز مش الكمال. الكمال غاية لا تدرك، لكن الامتياز بيدرك. تقدر تبقى شاطر جدا في مجالك. رقم 6 إننا لو نجحنا للوصول للتوازن مش شرط يتحقق يوميا. ممكن يجي يوم يجي لك ضيف مثلا، أو يحصل لك أزمة، فمن هنا هيتغير الجدول بتاعك. بمناسبة الجدول ده، الجدول العادات اليومية لازم تهتم بيه. تشوف انت النهاردة هتعمل ايه من اول ما تصحى لغاية ما تنام. ورايا اعمل 1 2 3 4. طب الحاجات اللي بتعيقنا بقى واحنا بنعمل الكلام ده، دي هنطبق عليها مصفوفة ايزنهاور. تعالى بقى نحل الحاجة اللي ممكن تعطلنا اننا نحقق التوازن ده. مصفوفة ايزنهاور زي ما انت شايفها قدامك متقسمة ليه مهم وغير مهم وعاجل وغير عاجل. لما نيجي نرتبهم مع بعض في المصفوفة هنلاقي عندنا أول حاجة مهام هامة وعاجلة، دي لازم تتعمل حالا، دي مش عايزة تأخير، دي أول حاجة لازم تبص ليها وتعملها. هتلاقي تاني مهام هامة بس غير عاجلة، دي أقدر أخطط لها مواعيد قدام. حاجة مثلا محتاجها الأسبوع الجاي بس هي مهمة جدا وميعادها الأسبوع الجاي، يبقى أحطها في الخطة كمان يومين مثلا أو 3. تالت حاجة مهام غير هامة بس عاجلة، مش مهمة أوي ليا بس مستعجل عليها، دي أتبع معاها التفويض، أفوضها لحد يعملها. بعد كده مهام غير هامة وغير عاجلة، أظن باينة كده خالص هنعمل فيها إيه. دي أسيبها خالص، المربع ده اسمه مربع الضياع. دي مهام بشغل نفسي فيها إنها حاجات ورايا لكن بتاكل من وقت على الفاضي. يبقى تاني احنا كتبنا الجدول، بعد كده حطيناه في المصفوفة بتاعت ايزنهاور، وقدرنا نشوف المهم والمش مهم عشان نعرف نبدأ بإيه. حاجة كمان من الحاجات اللي بتعيقنا إن إحنا ما بنعرفش نقول لأ. كلمة لأ مهمة زي كلمة نعم، بس إحنا عندنا مفهوم واحد بس لكلمة لأ، وهو إنه لأ يعني لأ، يعني الحاجة مرفوضة بتاتا. لأ خالص، كلمة لأ ليها 4 معاني. أول معنى لأ دلوقتي بس بعدين. تاني حاجة هي لأ دلوقتي بس لما تتغير الظروف. تالت حاجة هي لأ دلوقتي بس مع حل أو بديل. رابع حاجة ودي اللي احنا فاهمينها كلنا، لأ يعني لأ، رفض قطعي وبتاتا لكل حاجة، للموضوع من أساسه. يبقى تاني باختصار بنشوف عجلة الحياة ونشوف اللي ناقصنا فيها ونحدد على أساسه هدف، ونشوف المعوقات اللي ممكن تمنعنا من تحقيق الهدف ده. بعد كده بنجيب الروتين اليومي بتاعنا عشان نحقق الهدف ده، والمهام اللي بنعملها على مدار اليوم ونحطها في مصفوفة ايزنهاور عشان نعرف نبدأ بإيه وإيه اللي هنلغيه وإيه اللي هنفوضه وإيه اللي هنأجله. من هنا تقدر تحقق التوازن وتتطور شخصيا في الحاجات اللي ناقصاك وتعرف تدير وقتك بكل حكمة.